السلام عليكم متتبعات قناة الوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى نلقاكم على الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم غنشارك معكم واحد الدريس خفيف وظريف وسهل في الخدمه، يعني دغيا كيطلع وكيجي بحال الشكل ديال الرنده، يعني شي حاجه انيقه. دائما البنات كنشكركم على التفاعل واللايكات وعلى التعاليق ديالكم والتشجيع ديال القناه، شكرا بزاف على المسانده والتشجيع. في هذه الخدمه دائما كنخدم انا بالخيط المبروم على 5 شارات والكروشي النمره 12.060. كنحتاج واحد الطريف ديال الثوب. انا فايت لي حبكته البنات كما كتلاحظوا. الحبيك غرزه حشو وحده سلسله، غرزه حشو سلسله، يعني كل غرزه حشو الثانيه بيناتهم سلسله، ماشي جوج سلسله واحده اللي خدمت في هذا الحبيك. غنبداو ان شاء الله الطريقه، نخدم معكم الطريقه. كنرجعوا للاول ديال السطر البنات. كنعقد الخيط، كنخدم الحبيك غرزه حشو سلسله غرزه حشو، الخيط عقدته والخدمه على 5 شارات. برمت الخيط على 5 شارات كما كتلاحظوا. كنجي لاول السطر في اول فتحه كنخدم غرزه حشو الاولى، ثم كندير لفه على الكروشي. لا، خاصني نخدم غرزه حشو الثانيه، غرزه حشو الثانيه، ثم كندير لفه على الكروشي وكنجي الفتحه الموالي كنخدم عمود، ثم الارتفاع ديال 5 سلاسل. كنرجع للوراء ديال هاد داخل الفتحه كنخدم غرزه حشو. الارتفاع ديال 5 سلاسل، عفوا كنخدم نصف عمود، كنخدم نصف عمود وكنرتفع 5 سلاسل. السلسله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، 5 سلاسل، وكنرجع وراء هاد نصف عمود كنخدم غرزه حشو، غرزه حشو هنايا. ثم كندير لفه على الكروشي وكنجي نفس الفتحه كنخدم عمود بلفه واحده، ثم الارتفاع ديال 5 سلاسل، 2 3 4 5 سلاسل، وكنرجع وراء هذا العمود بهذه الطريقه كنخدم غرزه حشو، ثم لفتان على الكروشي. كنجي الفتحه دائما نفس الفتحه، كنخرج اللفه الاولى الثانيه، ثم كنسد، ثم كنرتفع 5 سلاسل، 5، كنرجع وراء هذا العمود كنخدم غرزه حشو على هذا الشكل، ثم كندير 3 لفات على الكروشي، كنجيو الفتحه كنخدموا عمود ب3 لفات، يعني كنخرجوا اللفه الاولى ثم اللفه الثانيه ثم اللفه الثالثه، ثم كنسدوا العمود، ثم كنرتفع 5 سلاسل، 5 سلاسل، كنرجع وراء هذا العمود كنخدم غرزه حشو على هذا الشكل. كندير لفه على الكروشي، لفتان على الكروشي، ثم كنقيس بهذا الارتفاع، كنقيس على الحبيك، ثم فين هو القياس كنخدم عمود بلفتان، يعني القياس على طول ديال داك الضريس، كنخدم عمود بلفتان على هذا الشكل، ثم كنجي لهاد الفتحه كنعمرها بغرز حشو. هذا العمود غنخدم عليه 6 غرز حشو، 6،
جوج، 3، 4، 5، 6، هذا الشكل كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل ديال الضريس، خفيف وظريف وجا راقي بزاف البنات اللي كيبغيو الضريسات الصغيورين. هذا بحال هذا غينفعهم في الخدمه. غنخدم دابا غرزه حشو على الحبيك. هذا هو الشكل، جا رائع صراحه. هنا الخيط مقادش ليا، مهم. غنبداو نخدموا الضرس الثاني. خدمت غرزه حشو، ثم كنخدم غرزه حشو الثانيه، نحيد هذا الخيط، ثم كندير لفه على الكروشي وكنجي نفتحها المواليه، كنخدم عمود، ثم كنسد، ثم الارتفاع ديال 5 سلاسل، كنرجع للفتحه كنخدم غرزه حشو، ثم كندير لفه على الكروشي وكنرجع دائما للفتحه، كنخدم نصف عمود، ثم الارتفاع ديال 5 سلاسل، كنرجع للفتحه كنخدم غرزه حشو. وراء هذا العمود كنخدم غرزه حشو، ثم لفه على الكروشي ونرجعوا للفتحه كنخدموا عمود بلفه واحده، ثم الارتفاع ديال 5 سلاسل، 3، 4، 5، كنسد بغرزة حشو، لفتان على الكروشي، دائما نفس المكان ونفس الفتحة. كنخدم اللفة الأولى، الثانية، ثم كنسد هاد العمود وكنرتفع 5 سلاسل، 5 سلاسل، كنرجع وراء هاد العمود بلفتان كنخدم غرزة حشو. لفة 3 لفات على الكروشي وكنرجع للفتحة كنخدم عمود ب3 لفات. نخرجوا اللفة الأولى، الثانية، ثم اللفة الثالثة، وكنسد العمود، نعاود مشى ليا 3 لفات على الكروشي، ثم نرجعوا للفتحة كنخرج اللفة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم كنخدم كنسد العمود. الارتفاع ديال 3 سلاسل، عفوا 5 سلاسل، ثم كنرجعوا للعمود، وراء العمود كنخدموا غرزة حشو على هذا الشكل. كندير جوج لفات على الكروشي، غنجيو ندير جوج لفات على الكروشي، دائما القياس ديال الضريس كما كتلاحظوا على الحبيك، كنخدم في نفس المكان ديال القياس على الحبيك دائما في هذه الفتحه، كنخدم عمود بلفتان، كنسد. دابا غنجي نعمر هاد العمود بغرز حشو، 6 غرز حشو، جوج، غرزة حشو الثالثة، ثم غرزة حشو الرابعة، الخامسة، ثم السادسة، بهذا الشكل. هذا الضريس الثاني، ثم كنجي كنثبت على الحبيك بغرزة حشو، ثم كنخدم. هذا هو الشكل ديال الحبيك ديال الضريس. غنخدم غرزة حشو الثانية في الفتحة الموالية، ثم كندير لفة على الكروشي وكنجي الفتحة كنخدم عمود، وكنرتفع 5 سلاسل باش نبداو الضريس الثالث بهذه الطريقة. كنرجع للفتحة وكنخدم غرزة حشو. كما كتلاحظوا دابا غنخدم ونكمل السطر ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الضريس بعد ما كملت البنات. جا رائع بحال الشكل ديال الرمضه كما كنقولوا، يعني
العمل متقون دائما كيبان. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات وتطبقوه. كيصلح للكمام ديال الجلالب ولا القفطان ولا قندوره ديال الدار. المهم راه ساهل ودغيا هاد الخدمه كتطلع فيه، يعني كيجي راقي وزوين. نتمنى دائما كما كنقول دائما في اخر الفيديو دعموا اللايك البنات والتعليق باش تشجعونا والتفاعل على القناه. خليتكم على خير والى اللقاء.